بسم الله الرحمن الرحيم. فوز الأهلي على الإسماعيلي 2-0 وماتش مهم. بعيد عن أداء، بعيد عن أي حاجة، مهم جدًا في المرحلة دي إن أنت بتجمّع نُقط، مهم إن أنت بتعدّي ماتش ورا ماتش. المرحلة دي أهم حاجة فيها إن أنت تجمّع نُقط، بعيد عن الأداء. الأداء ما كانش أفضل حاجة قدّام الإسماعيلي، بس في ظل الظروف اللي أنت فيها، وفي ظل النواقص اللي عندك، أهم حاجة إن أنت تطلع بمكسب، ومكسب ماتش مريح، ماتش ما اتعقّربش منّك. فأنت النهارده كنت كيس طُرُب النهارده، بداية الماتش معاك كانت كويسة، ربنا كرم بهدف في التاني فريّحه، عرف يدّي للبُدلا أو عرف يدّي للعيبة الجديدة، عرف يوصّل لينا لعيبة تانية. يعني إحنا النهارده أمّا بدأ بشكري، أنا عارف إن شكري النهارده ما كانش أحسن حاجة، بس إحنا لازم غصبٍ عننا لازم ندّي له، هو ده مكانه يا جماعة، ده مكان شكري، هو ده لازم يلعب، لازم يلعب، لغاية ما تقدر هو ماتش والتاني والتالت إن شاء الله يقدر يجيب فورمة ويرجع لشكري اللي إحنا عارفينه من أيام سيراميكا واللي إحنا جايبينه. هيبقى أفضل من كوكا، لإن كوكا مش مكانه، فأنت كوكا أنت بتخسر حد في الجنب ده. وكوكا بيدّيك حل في وسط الملعب، إن أنت تريّح مروان، تريّح ديانج، فأنت بيدّيك نَفَس في وسط الملعب. بالنسبة لكامويش إحنا اتكلّمنا عنه الماتش اللي فات، قُلنا إن هو مش مُبشِّر، للأسف هو مش مُبشِّر، ومش بعيد عن إن هو ضيّع أجوان أو ما جابش أجوان أو كده، مش الموضوع مش موضوع أجوان خالص. إحنا فلافيو قعد سَنة ما بيجيبش أجوان، بس كان باين عليه إن هو لعيب كويس، يعني كان باين عليه إن هو لعيب كويس، وهو مش مُبشِّر. ممكن مع الوقت ييجي، مش متوقع صراحة إن هو مع الوقت ييجي، يعني من أدائه كده وحركته في الملعب وتمركزاته لأ، يعني الموضوع صعب شوية، صعب شوية، ولو هييجي مع الوقت مش هييجي في الإعارة بتاعة ال6 شهور أكيد يعني. يعني مش هييجي أكيد في الإعارة بتاعة ال6 شهور. فإحنا النهارده أمّا نزل محمد شريف مكانه، لأ، أنا أصبر على محمد شريف أحسن. يعني أنا لو ادّيت لمحمد شريف، مش هاقول هيبقى عندي هالاند قدّام، بس محمد شريف في أسوأ مستوى ليه حاليًا هو أحسن منّه، يعني هو أحسن منّه. شُفنا بالعمري النهارده مش عارفين كان قاعد ليه، نزل بالضبط تِلت ساعة، شُفتوا حركته في الملعب عاملة إزاي، شُفت باك شمال، يعني هو جناح وباك شمال بالضبط. يعني هو أنا ستايله كده فكّرني بفتوح شوية، يعني ستايله كده فكّرني بفتوح. لأ، لعيب هايل، لعيب هايل، لعيب هايل. يعني حتى أمّا نزل باين عليه إن هو لعيب كويس، لعيب كورة، كورته حلوة، فده ما يقعدش، ده ما يقعدش. فأنت سواء هتلاقي خلاص أنت بالنسبة لك الحتّة الشمال دي اتقفلت، أنت عندك شكري وعندك بالعمري، هتلاعب ده أو هتلاعب ده. حاليًا اللي ياخد بالعمري، حاليًا اللي ياخد بالعمري. لو أنت عايز ماتش دفاعي شوية هتبدأ تلاعب محمد شكري. يبقى انسى موضوع كوكا ده في الباك الشمال. كوكا بقى ينزل نُص الملعب، يريّح مروان شوية، يريّح ديانج شوية. أنت النهارده في ناس كتير لازم تاخد فرصة، لازم عمرو الجزار يخش معاك، حتى أحمد عيد. أنت خلاص أنت النهارده أحمد عيد ما لعبش، رجع كريم فؤاد يلعب باك يمين تاني، فأنت الحتة اليمين دي اتقفلت. عندك محمد هاني، عندك كريم فؤاد، عندك أحمد عيد، هياخد برضه أحمد عيد. يعني حتى أحمد عيد صفقة أنا مش موافق عليها وبتاع، بس أنت خلاص أنت جِبته لازم تستفاد منه، أنت جِبته لازم تستفاد منه. الفترة دي في مرحلة إن أنت تجمّع نُقط. أنت عندك المُطوشة الجاية كلّها ماتشات في المتناول، إذا كان ماتش الجونة، ماتش زد، مقاولين، طلائع الجيش، فكل دول في المتناول بالنسبة لك. أنت ما تبُصّش على حد، ما تبُصّش على المنافسين. سيراميكا فارق عنك، يعني بعد إن شاء الله ما تكسب الماتش الجاي وتتساوي الماتشات، هيبقى فارق عنك نقطتين بس. الزمالك فارق عنك نقطة، بيراميدز فارق عنك نقطة. ما لكش دعوة بالمنافسين، المنافسين دول كلّهم هيقعوا، كلّهم هيقعوا، لإن كلّهم مش تقليل منهم يعني، بس هم كلّهم هيلاعبوا بعض. فالزمالك هيلاعب بيراميدز، وبيراميدز هيلاعب سيراميكا، وسيراميكا هيلاعب، فهُم عندهم عَكّة شوية في الماتشات. فأنت ماتشاتك أحسن منهم بكتير، فأنت كل اللي أنت عايزه إن أنت تركّز إن أنت تكسب ماتشاتك، مش عايز أكتر من كده. الماتشات الجاية كلّها ماتشات كؤوس. أنت الحمد لله صعدت في دوري أبطال أفريقيا، ماتش الجيش الملك كده تحصيل حاصل معاك، فأنت الحمد لله بقى إيه هتركّز في الدوري، هتبدأ تركّز في الدوري لغاية ما تشوف إن شاء الله إيه، هتلاعب مين في أفريقيا. فأنت عندك مُطوشة الجاية دي كلّها ماتشات كؤوس، ما ينفعش تخسر فيها بنقط خالص، زي ماتش الإسماعيلي النهارده. تنزل تجيب جون في أول الماتش، تريّح نَفْسك، تجيب جون في أول الماتش، تجيب التاني، خلاص الماتش بقى بتاعك. كل الماتشات الجاية دي لازم تتلعب بنَفْس السيستم ده. ما ينفعش إن أنت تخسر نُقط في الماتشات الجاية دي. خسارة أي نقطة في أي ماتش جاي كده يا معناها خسرت الدوري.
كل المنافسين اللي حواليك ما يفرحوش بفرق النقطة ولا فرق النقطتين، كلّهم كده، كده هيقعوا، وكلّهم ما لهمش نَفَس، أول ما الأهلي هيدبدب وراهم خلاص هتلاقيهم وقعوا، وكمان هم هيلاعبوا بعض. يعني أنت أصعب ماتشين ليك ماتش سموحة كمان أنت هتلاعب سموحة، فأنت أصعب ماتشين ليك المعقربين شوية هيبقى سموحة وزد، بس إن شاء الله في المتناول، كل المطوشة دي في المتناول، أهم حاجة إن أنت تنزل تجيب جون في التاني تريّح نفسك، تريّح لعيبتك، وإن شاء الله مع عودة تريزيجيه ومع عودة زيزو مع عودة إمام عاشور، إن شاء الله الأداء هيتحسن أكتر من كده، مروان عثمان بقى هيبدأ ياخد بقى لإن كامويش ما أعتقدش إن هو هيصبر عليه، بس هو هيلاعبه، يعني هو هيدّي له ماتشات لإن هو جاي إعارة، فهو هيدّي له على أمل إن هو ييجي منّه حاجة، وإن شاء الله ربنا يكرم ويخلف توقعاتنا ويبقى أحسن من كده. يالّا خير إن شاء الله، نشوفكم الماتش الجاي وبإذن الله الأهلي من أحسن لأحسن. سلام.